اهلا بيكم، السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتونا جدا. طبعا، اللي تابعنا في الفيديو اللي فات عارف احنا بنتكلم في ايه. طبعا في بدايه الحلقه كده بعرفكم برضو احنا بنتكلم في ايه. احنا كنا بنتكلم عن ماتش الاهلي والمصري والتعادل اللي حصل فيه، وبعد كده دلوقتي حاليا بنتكلم في التشكيل اللي المفروض النادي الاهلي بعد كده يعتمد عليه، وبنتكلم في اللعيبه الافارقه او اللعيبه الاجانب اللي النادي الاهلي المفروض يخلص بيها. ولكن في البدايه قبل اي حاجه اتمنى منكم ان انتوا تتابعونا، تعملوا لنا لايك للفيديو، لان اللايك يا جماعه مهم جدا لينا. تعملوا لنا اشتراك في القناه، لان اشتراككم في القناه ده بيبقى دعم لينا هو واللايك. وتحفزونا بكومنت كويس. طبعا يا جماعه انتوا ممكن تكون الامكانيات اللي انتوا شايفينها مش احسن حاجه بالنسبه لكم، مش الوضع اللي انتوا بتتفرجوا عليه كوضع بروفيشنال، ولكن تابعونا. هتسمعوا مننا كل الكلام اللي انتوا نفسكم تقولوه، الكلام اللي احنا كلنا عارفينه. هتسمعوا كلام كروي جدا 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 وهتستمتعوا معانا. هتفهموا حاجات ممكن ما تبقوش واخدين بالكم منها، حاجات خططيه والتكتيك والتشكيل. هتفهموا معانا حاجات كتير قوي قوي ان شاء الله. بس ولكن ادعمونا، تابعونا ان شاء الله باللايك والاشتراك والكومنت، تحفيز لينا، وان شاء الله هنكون عند حسن ظنكم. يلا بينا نكمل اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ثانيه واحده ان شاء الله. ارفع باللبن في الشتاء بتدفي وحلو. طيب، احنا وصلنا لمرحلة ان النادي الاهلي بيجيب افارقة، يعني مستواهم يعني مش سيء، مش افضل حاجة، مع ان اندية الدوري المصري كتير منها جدا جدا عندهم لعيبة اجانب ممتازة. المصري اللاعب رقم 10 مش فاكر اسمه ايه، اللي هو الجزائري الاشوال، لعيب ممتاز جدا جدا. سيراميكا عندها ايبوكا، كان موجود لعيبة كتير ومشيت. لعيب في أسوان رأس الحربة بتاعهم لعيب ممتاز جدا جدا جدا. هتلاقوا لعيبة كتير قوي. لعيبة رفيق كابو بتاع ام بي، لعيب حلو، لعيب كويس، سريع وخفيف ومهاري وطلقة نفاسة. في حاجات كتير قوي يعني. تيجي عند الأهلي والزمالك لأ، مش عارف. الزمالك يجيب لي سامسون، ويجيب لي مش عارف مين، والنادي الاهلي عمال مش عارف، عمالين نجيب في لعيبه ميكيسوني وتاوتاو. ومن الصيف النادي الاهلي بيقول احنا هنجيب مهاجم اجنبي عالمي. النادي الاهلي ما جابش اي حد. قال لك في الشتاء احنا مش مستعجلين يا جماعه، احنا هنجيب في الشتاء لاعب خرافي. احنا النهارده اهو 14 يناير ومفيش اي حد جه. واللعيب اللي جابوه قال لك اصل مصاب، اصل مش عارف ايه. لاعب راس حربة، لاعب اكتر من 84 مباراة، مسجل اكتر من حوالي 60 هدف، وصانع اهداف قد كده. مصاب ايه؟ مصاب ايه؟ مصاب ايه يعني؟ ده هو ده هيجي زي بيرستاو؟ طب خلاص مشي بيرستاو وحط ده. مصاب ومصاب. انت خايف من تجربة ايه؟ ايه اللي انت خايف منه؟ مشي تاو وحط ده، وفلوس تاو ومرتب تاو، حطه مرتب ده وخلاص، ومشي الدنيا. هيطلع اصاب زيه خلاص يا عم. هتقولي اصل فلوس وبتضيع ومش بتضيع. لا مش بتضيع، وانت عارف تخلص في لعيبه. انت قادر تخلص؟ مش قادر تخلص في حاجه. انت تعبان، الاداره تعبانه، مش قادرين يعني، تعبانين. طيب كنت خلص فيه، مشي بيرست تاو وسيب يعني زيزو اللي هو اللي انت جبته وفي الاخر مشيته علشان اصابات. مشي تاو وسيب ده. ده لعيب بقاله موسمين بيلعب، ما قعدش مره، ما قعدش ماتش، ما قعدش ماتش ومشيته. اصل خايف من اصابات بيرسي تاو تتكرر من تاني. اصل الملاعب عندنا مش عارف ايه، اصل مش عارف ايه. طيب ماشي. قال لك احنا هنمشيه وكده كده البديل بتاعه جاهز وكولر موافق عليه واحنا مخلصين معاه. فين البديل بتاعه؟ احنا بنعيد المفاوضات من اول وجديد. نادي الاهلي بيعيد مفاوضاته من اول وجديد ومفيش. في لعيب بيلعب في الصين اسمه امارال، برازيلي، لعيب حكاية، لاعب حكاية برازيلي. أمرال، لعيب مش طبيعي. ممكن تمنه يبقى عالي، لا تمنه مش عالي، تمنه مش عالي.
على ترانسفير ماركت تمنه مش غالي، عامل تقريبا 1,600,000. قول النادي بتاعه هيطلب 3 مليون يورو أو دولار تقريبا، انت بالمفاوضات هتاخده ب2 وربع، ب2 ونص، وكده كده قسط زي ما انت ما بتقسط. انما لأ، بتروح تيجي ورا مش عارف ايه وتشم، لا مؤاخذة. في الآخر راح بتجري ورا مين دلوقتي؟ بتجري ورا موليكا. موليكا اللي كان بيتمنى يجي الأهلي أيام مازيمبي، لما كل الوكلاء عرضوه محدش جه، مجاش. ليه؟ أصل النادي الأهلي ما حبوش، ما جابوش. وساعتها بقى ايه، دخلنا كنا بنجيب مش عارف اللاعب السنغالي، انا نسيت اسمه للاسف، اللاعب المحترم اللي دلوقتي بيلعب في فرنسا، لاعب محترم جدا. وجبنا مش عارف مين، واشترينا من كيسوني وجبنا مش عارف، جبنا قعدنا نجيب في لعيبه، وكان قدامنا جاكسون موليكا قدامنا ما اشتريناهوش. جاكسون موليكا بيلعب فين دلوقتي يا ولاد؟ بيلعب في بشكتاش التركي، بيلعب في دوري ابطال اوروبا. بيلعب فين؟ في بشكتاش. موليكا ده اللي كان عايز يجيلك، كان بيتمنى يجيلك. اه، بيلعب فين؟ في بشكتاش. انت بتسمعش؟ لا ما اسمعش، اصل انا وقعت على ودني. دلوقتي احنا بنعمل ايه؟ بنجري وراه، عايزينه. بشكتاش قالت لك بكام؟ قالت لك ب8 مليون يورو. عايزه؟ ادفع 8 مليون يورو كده، ادفع 8 مليون يورو واحنا نبيع لك. طبعا النادي الاهلي قال له انت بتقول ايه؟ احنا النادي الاهلي المصري، مش اهلي جدة. طب لو سمحت احنا عايزينه منك 6 شهور ب500,000 دولار. ممكن 6 شهور بس 500,000 دولار عشان يلعب معانا بس كأس عالم. طبعا بيغري بوليكا بكأس العالم. معلش يعني لعيب هتقول له تعالى هتلعب كأس عالم بشكتاش ما بتلعبهاش، ولو فضل قاعد 100 سنة بشكتاش مش هيلعب كأس عالم للأندية. طبعا بوليكا عايز يجي يلعب كأس عالم أندية، عادي قشطة تمام، 6 شهور وارجع تاني ألعب في أوروبا. بالنسبة لبوليكا مصلحة في الجول، يلعب كأس عالم ويرجع تاني يلعب في أوروبا ويلعب في دوري أبطال أوروبا، يلعب في الدوري التركي، دوري قوي كبير وأوروبي تمام. أكيد طبعا مش هيتقارن بالدوري المصري التعبان، بيراميدز وغزل المحلة ووادي دجلة وفيوتشر. يروح يلعب مع جلطة سراي وفيوتشر وبشكتاش وبشاك شهير وفنربخشة أندية كبيرة. طبعا هو مش هيسيب دول عشان يجي يلعب عندك من غير ما تديله مقابل. لا ده الأهلي كمان هيعمل إيه؟ في على 6 شهور هيدي موليكا 500,000 دولار. عارفين 500,000 دولار بكام؟ حاليا 100,000 دولار ب3 مليون جنيه. يعني الاتنين 200,000 دولار 6 مليون. يعني 400,000 دولار ب12 مليون. كده تتكلم في 15 مليون جنيه في 6 شهور. الله يبقى هارة. طبعا احنا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده كله احنا مش بننتقد الإدارة، على عكس ما احنا بنتكلم واقعيا. موريكا اللي كان قدامك ده كنت ممكن تشتريه ب800,000 دولار ايام ما كان في مازيمبي، وكان جاي لك وكان لسه صغير في السن اكتر من دلوقتي. هو كده كده موريكا مش كبير، بس كان جاي لك اصغر من حوالي سنتين، وانت عمال تأمر عليه كل سنه بيتعرض عليك وانت ما بتاخدوش، كل سنه لحد ما راح بشكتاش رحت انت اللي رايح تجري وراه. والله العظيم يعني الواحد مش عارف يقول ايه مع الناس دي، ولا هم دماغهم دي متركبه ازاي. عموما احنا يعني الحلقه بتاعتنا كده انتهت لحد هنا، وان شاء الله تابعونا في الحلقات اللي جايه. ان شاء الله احنا بننزل حلقات كل يوم ان شاء الله، وتابعونا فيها اول باول، وباذن الله نكون عند حسن ظنكم. وما تنسوش يا جماعه ان انتوا تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل للجرس والكومنت، يعني ايه تحفيز لينا. وان شاء الله تابعونا. لو لو المكان او الفيديو مش على اعلى مستوى زي ما انتم شايفين، بس ان شاء الله بدعمكم لينا هنتطور وهنجيب كل حاجه كويسه، وهنقدم لكم كل اللي انتوا عايزينه بمونتاج واستوديو، هنعمل كل حاجه. بس طب يعني حفزونا وتابعونا، واحنا ان شاء الله باذن الله نكون عند حسن ظنكم. لحد كده تكون انتهت الحلقه، شكرا ليكم.
شاء الله تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال دايما بإذن الله. سلام عليكم.